السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، وصفة جديدة على القناة كوكين من شيماء. كنتمنى من الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ويلقاكم في صحة جيدة. بعيدا عن الحلويات نبدل واحد شويه. فكرت نوجد واحد البطيبيطات صغار معمرين غير بالخضر، بدون لحوم، بدون دجاج، بدون طون، بدون اي حاجه، يعني غير بالخضر، وكتجي حشوه رائعه ولذيذه. كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. غندوزو المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للعجين غنحضروها هي الاولى. كنحتاجو 500 غرام ديال الفيلو. يمكن لكم ديروا نصف الكميه فيلو ونصف كميه دقيق ابيض. معلقه ديال الخميره ومعلقه ديال سنيده اختياريه، شويه ديال الملح وزيت الزيتون. بالنسبه للماء فراه كيبقى على حسب الكميه ديال الدقيق وعلى حسب النوعيه ديال الدقيق اللي استعملته. صافي غادي نبدا نجمع الخليط ديالي، غادي نخلطها كيف ما كتشوفوا في الفيديو، راه موضحه كل شيء. الصراحه كيجيو رائعين، وحتى العجينه ديال الفيلو كتجي خطيره. صافي غادي نبقى نجمع في العجين وغادي نرجع معكم. هذا هو القوام ديال العجين. خاصنا ندلكوه واحد شويه، غير واحد شويه، كنديوه نجيبوه بحال هكا حتى كيدخل لينا دوك المكونات كاملين مع بعضياتهم، وكيطلق داك الفيلو دوك الخيوطه ديالو، حيت ماشي بحال الدقيق الابيض غير كتجمعيه وتخليه يرتاح. لا، الفيلو كيبغي شويه ديال الدليك، ولكن ما كندلكوش بزاف، حيت فاش غادي نخليه وغادي يرتاح كيخدم داك الدور ديال الدليك. غادي ندير عليه شويه ديال الزيت العود، ويمكن لكم ديروا غير الزيت العاديه. من بعد غادي نغطيه بواحد البلاستيك غذائي، اولا يمكن لكم ديروه وسط من البلاستيك، وغادي نخليه يرتاح. وفي هذه الاثناء غادي ندوز باش نحضر معكم الحشوه اللي كتجي سهله صراحه وما غاديش تعكزوا عليها. عندي 2 بصلات، 2 ديال الخيزويات، ليشو، الفلفله حمراء وخضراء، البزار، الملحه، سكينجبير، التحميره والخرقوم، ضامه البنه ديال الخضر، اعشاب منسمه ديال الخضر يمكن لكم تستغناو عليهم. عندي قريعه خضراء، والبصله الخضاريه هي اللي استعملت انا. جبت واحد المقيله غادي نوضع فيها الخضر ديالي كاملين الا القرعه الخضراء، يعني دوك المكونات كنخليهم يتشحروا في الزيت واحد شويه حتى كيهبطوا واحد شويه، حيت عارفين القرعه الخضراء دغيا كطيب. درت البصله، خيزو، ليشو، القرعه الخضراء. وبالنسبه للخضر نتوما يمكن لكم تستعملوا اي خضر عندكم، ويمكن لكم تستغناو على الخضر اللي ما عندكمش. غنضيف التوابل، صافي وغادي نخليهم هكا كيتشحروا فوق من العافيه اللي تكون متوسطه باش يطلقوا لنا داك الماء ديالهم. بعد ما كنشوفوهم نزلوا كنضيفوا ديك القرعه خضراء. الصراحه جربوا هاد البطبوطات كيجيو رائعين وما كيديوش بزاف د الوقت. هنا درت شويه ديال الكمون، راه نسيتهم مع المقادير، هو والقزبر حبوب، كيعطيو واحد البنه وواحد المذاق خطير لهاد الحشوه ديالنا. صافي دابا غادي نخليوهم تيتشحروا. في هذه المرحله ضفت الربيع، يمكن لكم تضيفوا الهريسه، انا ضفت صوص ديال الصوجه، كتبقى اختياريه يعني ممكن تستغناو عليها. في هذه الاثناء غادي نطفي البوطه وغادي ندوز باش نشكل البطبوطات ديالي الصراحه بطريقه سهله. كنوضع العجين فوق سطح العمل، كنرشو شويه بالسميد او بالفيلو. صافي غادي نقسم العجين على 2، انا درت النصف بالحشوه والنصف بلاش. صافي غادي نقسم العجين على 2 باش نقدر نوزعهم على البطبوطات. كنوضع العجين فوق سطح العمل، كنرشو شويه بالسميد او بالفيلو. صافي غادي نقسم العجين على 2، انا درت النصف بالحشوه والنصف بلاش.
صافي غادي نطلقها بالمدلك. انا بالنسبه ليا ما طلقتش العجينه رقيقه بزاف. كتعجبني منين كنا ناكل البطبوط تلقى فيه شويه ديال البابا هكا. والا كنتو كيعجبكم البطبوط يكون خاوي من الداخل يمكن لكم ترقوها، راه كيجيو خفافين وراك عارفين غير الخبز ديال السميد اولا فكيفاش كيجي. بالنسبه للتقطاع انا استعملت الزلافه حيت ما عنديش اطار كبير يعني في القياس ديال داك الزلافه. نتوما يمكن لكم تستعملوا قياس صغر. انا خرجوا لي 12 حبه عامره و6 ديال الحبات ما عامرينش، يعني في هذا القياس مثلا ديال 12 سنتيم. صافي درت داك العجين في بلاستيك باش غنعاود نطلقو مره اخرى. هنا غادي ندوز باش نعمر البطبوطات ديالي. شوفوا الطريقه صراحه راه سهله، ماشي ديك حط وحده فوق وحده اولا خليها تطيب وعمرها. صافي كندير هكا وكنبدا نلوي عليها داك العجين وكيجي خفيف بزاف وما كيخمروش. ما كنخليهمش يخمروا صراحه في هذه المرحله. صافي ما كنخليهمش يخمروا، كنوضعوهم نيشان في المقله. غندير معكم واحده اخرى باش تشوفوا الطريقه مزيان. الا بانت لكم ديك العجين بقات بزاف يمكن لكم تحيدوها. شوفوا الطريقه كيفاش كتجي. انا راه عمرتهم مزيان بالحشوه، يعني هاد الحشوه غدير لكم كميه اكثر الا درتوهم صغارين وما عمرتوهمش بزاف. صافي غنكمل حتى نسالي البطبوطات ديالي وغادي ندوز. هنا المقله عندي راه ديجا سخونه حيت طيبت فيها الملاوي. عندي هنا غير بشويه ديال الزيت وغادي نبدا نوضع دوك البطبوطات فوق من المقله ونسرحوهم هكا. وغير كنحسوا بهم شدوا راسهم بداو يتنفخوا واحد شويه كنقلبوهم. راه الفيديو حاولت انني ما نزربوش بزاف وما نقطعش بزاف باش تشوفوا الطريقه كيف ما هي وما كياخذوش لينا بزاف ديال الوقت. يعني في ساعه تقدروا توجدوهم وتاكلوهم حيت ما كيبقاوش باش يخمروا. صافي غادي نبقى ندير بحال هكا حتى غنسالي الكميه ديالي كامله. وبالنسبه للبوطه خاصها تكون على نار متوسطه حتى المهيله، يعني ما تكونش مجهده باش ما يتخطفوش ليكم ويتحرقوا وما يتنفخوش. بعد ما ساليت البطبوطات المعمرين هنا صافي دزت قرصت دوك البطبوطات ديالي اللي بلا عماره. صافي غادي ندوز باش نطيبهم. كيجيو بحال هكا تاكلوا الخبز ديال السمين. صراحه المذاق ديالهم كيجي زوين وكيذوبوا في الفم. غنستمر حتى نطيب الكميه كامله ديالي ونوريكم الشكل النهائي ديال البطبوط. شوفوا كيفاش كيجي. صراحه كنتمنى ان هنا الاعجاب ديالكم. ما فيهش تماره بزاف وما فيهش مكونات بزاف، يعني المتوفر في البيت. يمكن لكم تصايبوهم الكاسكروت هكا وحتى في رمضان ديروهم للفطور. غتشوفوا وحده من الداخل كيفاش دايره. وغنقول لكم بسلامه ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.